انا جايه انصحكم واحذركم، لو شفتوا المسلسل ده في اي مكان اوعوا تفتحوه وتتفرجوا عليه. انا خايفه على صحتكم النفسيه والعصبيه. انا للاسف فتحته واتفرجت عليه. تعالوا نقيم المسلسل ده مع بعض. مسلسل الحب الافلاطوني، وهو حب افلاطوني فعلا، وفي حاجات كتير مش منطقيه في المسلسل. قصه المسلسل رجل اعمال كبير عاوز ياخد اوتيل من ست كبيره، بس الست دي ما كانتش عايزه تتنازل على الاوتيل بتاعها باي طريقه. بيقرر ان هو يروح يقيم في الاوتيل ده عشان يقدر يقنع صاحبه الاوتيل بكل الطرق انها تبيعه. صاحبه الاوتيل دي بيبقى عندها بنتين، عندهم هما الاثنين هوس ان هما عايزين يرتبطوا ويحبوا باي طريقه. مش عارفه بصراحه اكلمكم على ايه ولا ايه في المسلسل. اول حلقه لما تتفرجوا عليها يبان مسلسل لطيف ولذيذ، لكن من الحلقه الثانيه والثالثه تشوفوا عبث بس وقصه هزليه وحاجات كتير قوي انتوا مش فاهمين هو ايه ده. دور جوبسي في المسلسل ده هي من اشهر الممثلين الكوميديين في تركيا، ولكن بصراحه انا عمرها ما ضحكتني. الدور اللي هي عاملاه هنا انا مش هعرف حتى احكي لكم، انا مش عارفه اقول لكم هو دور ايه. بجد مش عارفه اقول لكم. مسلسل كوميدي خفيف، بس هو فعلا خفيف قوي، من 8 حلقات بس، ولكن انا عن نفسي ما حبيتش المسلسل خالص. ممكن تجربوا وتشوفوه، يمكن يعجبكم وذوقكم يبقى مختلف عني.